ادري مو قاعد يمك، تدز لي رساله ليش؟ اخويا مو هم يقولون ارسلها، اقراها. بنت مريضه رأت النبي في المنام وطلبت منه الشفاء، وبعد 3 أيام شفيت من المرض. ارسل هذه الرساله الى 10 اشخاص وسوف تسمع خبرا مفرحا. لا ترسلها وسوف تنقلب على البطانه. وانت خفت ودزيتها مو؟ اخويا تعرف الحذر واجب. هو انت لو عاقل وفاهم دينك صحيح كان ما خوفتك هالخزعبلات. اقول لك لا تصير من ذول اللي يكرون معجزات وبس تحكي وياه وقال لك عقلي ما يتقبل. لا انا عقلي يتقبلها، اكو معجزات وكرامات بس كل شيء له موازين. يعني تخاف من رساله جتك، ادري نبي اللي دازها مثلا، يعني هو هذا اعتقادك برب العالمين؟ رب العالمين بعظمته وجلاله يحدد مصير عبده على رساله SMS؟ بس هو هذا هم بخت الشركه تسحب فلوس وماكو. اخوي هسه انت ايش خسران؟ ارسله وفض السالفه يا عيني. لك اخسر هذا، اصير مثل الغربيل المزروف، كل شيء يعبر عليه، مثل صفحات الفيسبوك. اذا عندك حاجه اكتب يا حسين، يعني بعد ماكو داعي نروح الكربله وندعي ونزور كومنت صغير والحسين يقضيها من يمه. اكتب يا رزاق ولا تطلع للشغل الله يفتحها بوجهك. لكي تغضب الشيطان اكتب يا الله، ولك الشيطان فرحان ويطق اصبع على هالسوالف هذه مقضيها انت. هاي خلاص عوف الموضوع، عوف لا تعصب. يشمرون عليك بهالرسائل هاي ويقول لك لا تجعلها تقف عندك. لا والله اوقفها عندي واذبلها رجل هماتين. هذه السنة فيضانات مدمرة وزلازل وهزات وصواعق وانهيارات، ولكن قبل أن تسود وجوهكم ويأتي الطوفان إلى بغداد فيغرقها اعلموا أن الكوفة تستعد إلى طوفانها. يعني انت ما تعوف سالفه الا تطيح بلا سمعتها؟ ها هسه شكو تدري؟ تعال شوف تعال شنو هل اكوي لك مخك لو اقول لك روح دز رسالتك لتسعى الباقين، لو اشوف لك صفحه واكتب يا رزاق مو احسن لك؟ هم قول تنبؤات المستقبل حرام. يعني الا المرجع يقول حرام حتى تبطل تعبي راسك بهذا الحشيش. تدري البيت شو يقولون؟ يقولون اذا تطي اذنك الواحد يحكي بكلمات الله كانك تعبد الله، واذا تطي اذنك الواحد يحكي بكلمات الشيطان فانك تعبد الشيطان. يا ستار، يعني على مود تنبؤات 2019 صرت اعبد الشيطان؟ اي لعد من مرت عليك المعجزه مال البنيه شافاها النبي، ما مرت عليك احاديث النبي يكذب المنجمين ويحذر من تصديقهم. هذول فرق، هذول يقولون احنا ناخذ كلامنا من جفر الامام علي. وصدقتهم كالعاده مو؟ الجفر يا ابني كتاب بخط الامام علي ومواريث الائمه المعصومين، يعني كل امام يسلمه للبعده وما حد شايفه غيرهم. حتى الامام الكاظم يقول ولم ينظر فيه الا نبي او وصي نبي. لا عاد وهاي الكتب المنتشره بالسوق، جفر الامام علي، ماذا قال الامام علي عن اخر الزمان. فلوس حبيبي فلوس، يتاجرون بالناس البسطاء، ناس ما عندها فلتر ولا تروح تسال علماء الدين. ارسلها ال10 يرسلها، اكتب يا رزاق يكتب، يشوف على الغلاف مكتوب جفر الامام علي يشتريه، تفسير الاحلام للامام الصادق ياخذه. يطلع واحد ويقول انا ابن المهدي وحاط صوره نجمه اليهود، ناس صدقته ومشت وراه. ايش تحكي انت؟ بس جماعه التوقعات مرات كلامهم يتحقق وتجي النتائج فيت وعدل، هاي ايش تفسرها؟ يقولون اكو ملك بزمان قبل خلى جائزه كبيره مدفوعه مقدما، اي واحد يتعهد يعلم المطع على القراءه. اشكرك رحم الله لك والديك. بابا مو عليك، يعلم المطع على القرايه خلال فتره 10 سنوات، واذا فشل يطيرون راسه. بس الناس ترددت لان الشغله بها اعدام. اكو فلاح بسيط قبل بالعرض ووافق، اخذ المط بايد وكيس الفلوس بايد وراح لبيته. تلقيتها مرته قالت له ولك ايش سويت بينا؟ انت جنيت على نفسك راح تنعدم، هذا شو يعلمه على القراءه؟ قالها ولش ام فلان احس بيها زين، ناكل هسه بالفلوس ومنا ال10 سنوات عود الله كريم، لو انا اموت لو الملك يموت لو المط يموت. هسه ذول المنجمين ب 2019 يقول لك ارى موت احد الشخصيات السياسيه، اي طبعا اذا هم 300 ونصهم شياب. لو يقول لك ارى نارا في بغداد، اي طبعا عاصمه وش كبرها، لو قنينه تنفجر لو يحترق واحد المحلات. حبيبي انت الله سبحانه وتعالى اعظم من هذا الشيء، ما ينطع علم الغيب ذاك الدجال اللي قاعد ببيروت، ولا هذيك المصريه اللي قذتها واصل حلقها يقول لك نجيب من الجفر. يا جفر اللي قلت لك ذاكرتكم شبيه، ما تذكرون كم مره ضحكوا عليكم؟ لك علاو انت شايف قنواتهم وش قد فيهم متابعين؟ فول علاو فول. اي طبعا هو هذا مجتمعنا، اذا شيء مفيد محاضره او تقرير تلقى المشاهدات 105، واذا حشيش من هذا الدجال تلقى المشاهدات 1,000,000 وكسر. هاي مو بس عندنا،
شوف، احصائيه تقول 58% من الامريكان يعتقدون بالابراج. الايطاليين يخسرون بالسنه الواحده 5 مليارات جنيه استرليني على اليمن على المنجمين واصحاب التوقعات. والله يا اخي راح تقنعني انت، واذا ابقى قاعد يمك ما راح اكمل 10 مرات. لا توديهن واسمعها مني، احفظ رصيدك وعوفك من هاي الخرافات. علاوي راح امسحها بس منها ل3 ايام على مسؤوليتك اذا اجانا خبر مو زين. برقبتي ولا يهمك، لا تخليك بهاي الاوهام، لا تخاف من عدها، خليك صاحب عقل ودين. اوكي، لا عاد انا اروح. الله وياك حبيبي. في امان الله حبيبي. مع الف سلامه. اخي ابوي كثر رجلي، الله يكسر رقبتك يا علاوي. ابوي لك وين الرساله هاي؟ اللاصت وين العشرة؟ يا ابوي بالكم يقشمركم مثل ما قشمرني. ارسل رابط هذا الفيديو ل10 وراح يجيك خبر مفرح، واذا ما رسلتها راح يصير حالك مثل حالي.